قمة الجمال والذوبان والاحترافية في عمايل القرص هتلاقيها في فيديو النهاردة، وكل المميزات اللي عايزاها في القرص هنعملها مع بعض في خطوة واحدة بس. هشة وطرية وفي نفس الوقت دايبة، وهتفضل محتفظة بطراوتها، والآخر قطعة عمرها ما هتنشف منك ولا هتعضم. ومهما كنت محترفة في عمايل القرص عمرها ما بتكون في جمال وطعامة قرص الفلاحين، بطعم رهيب وريحة هتجيب آخر الشارع من بره. بس نتابع الفيديو للآخر وما ننساش اللايك ومشاركة لكل حبايبنا، ولو أول مرة تشرفوني أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في تحضير الوصفة على طول. معايا هنا كيلو من الدقيق، تقدري تزودي أو تقللي زي ما تحب. وعن نوع الدقيق اللي أنا مستخدماه دقيق متعدد الأغراض أو لجميع الاستخدامات، وأهم حاجة ندخله قبل الاستخدام. لو حابة بقى تضيفي أي إضافات تانية زي الشمر أو اليانسون أو السمسم فهتقلبيها مع الدقيق هي في الأول. ولو هتضيفي سمسم يفضل إنه يكون محمص من قبلها. أما بقى لو هتضيفي شمر أو ينسون هيبقى معلقة صغيرة من الشمر على معلقة صغيرة من اليانسون، وهتضربيهم في مطحنة الخلاط. بس احنا عندنا قرص الفلاحين يعني سمنة وحليب، ومش بنضيف أي إضافات تاني. ضفت مع الدقيق معلقة كبيرة من الخميرة الفورية ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر وبالمعلقة، وعملت حفرة في النص علشان استقبل فيها السمن. معايا هنا كوباية ونص من السمنة السايحة البلد الفلاح، ومش بنزل بكمية السمنة كلها، نزلت بكوباية وربع وهخلي ربع الكوباية على جنب، وهقول لكم ليه واحنا شغالين. وكنت مسيحة السمنة ومسخناها من قبلها علشان تتغلغل مع الدقيق بسرعة وما تعملش كتل وتساعدنا أكتر وأنا ببسها بالمعلقة. وقلبتهم في الأول، بعدين هركن المعلقة على جنب وبسهم كويس بإيدي. وأهم خطوة في نجاح القرص هو إنك تبسي السمنة مع الدقيق كويس أوي، يعني هتفركي بين ايديكي بالشكل اللي انت شايفاه ده لحد بقى ما الدقيق يتشرب كل المادة الدهنية كويس. هتاخدي بقى شوية بشوية بين كفوف ايديكوا وتبسيهم كويس لحد بقى ما تشوفيهم زي ما هوريهولكوا بالشكل اللي قدامكوا ده. وبستمر في البس لحد ما بيكونش فيه اي تكتلات من السمنة والدقيق، وقوامها بيكون شبيه بالرمل المندي. لتحضير السوائل بقى هنحتاج لنص لتر من الحليب، والحليب اللي انا مستخدماه حليب بلدي، ممكن تستبدليه بالحليب المبسط في مجة او كوباية كبيرة. وضفت نص كوباية من السكر، وتقدري تزودي لحد كوباية الا ربع من السكر. والنص لتر حليب كان عبارة عن كوبايتين وربع من الحليب بنفس الكوباية اللي عايرت بيها الدقيق والسمن. ضفت كمان معلقة صغيرة من الملح، وبالمعلقة بقى وهدوبهم كلهم مع بعض كويس. وهنزل بكمية السوائل شوية بشوية مع التقليب المستمر. وأهم خطوة في نجاح القرص إننا ما نعجنش فيها كتير، لأن كتر العجن هيربي العجينة عرق، وتيجي تاكلوا اللقمة هتلاقيها بالشد ومش دايب. وممكن تستبدلي الحليب بمي، بس يفضل لو هتضيفي مية هتضيفي 3 معالق كبار من الحليب البودر علشان تكون غنية أكتر. وممكن تعملي ميكس ما بين السمنة والزيت، تضيفي نص الكمية سمنة والنص التاني زيت، أو تخلي الكوباية ونص سمنة يبقى كوباية من السمنة والنص التاني زيت. بس يفضل لو هتضيفي زيت على السمنة هتخلي ربع الكوباية اللي أنا ركنته على جنب يبقى سمنة بس من غير أي إضافة زيت معاه. وبستمر في التقليب مع إضافة الحليب لحد ما بنتهي من صب كمية الحليب كلها. وزي ما قلتلك أنا مش بعجن، أنا يدوبك بس بفت العجين. بفت بقى يعني إيه؟ يعني بفتح العجينة وأرجع ألمها لحد ما كمية السوائل تختفي من العجينة والعجينة تمتصها، وملمس العجينة ما بيكونش ناعم، مسامها بتكون متفتحة بالشكل ده. وبكده ما فاضلش غير الخطوة الأساسية في نجاح القرص النهاردة، واللي هتخلي طعمها وريحتها هتجيب آخر الشارع من بره، وهتخلي القرص تعيش معاكم مدة طويلة، والآخر قطعة هتفضل محتفظة بطعمها وطراوتها من غير ما تعفن أو تنشف. ده غير الريحة الحلوة وانت بتاكليها، وعمرها ما بتلزق في البقى أو تزور. ومن جمال طعمها لا بتحتاج جنبها شاي ولا حليب. ولو لسه متابعين سمعونا الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونفتكر مع بعض ان كان فيه ربع كوباية من السمن راكنينه على جنب. فتحت مسام العجينة بايديا ونزلت بربع كوباية من السمن، وفي الوقت ده السمنة لو كانت بردت هتدفيها شوية علشان العجينة تمتصها بسرعة وما تحتاجش منك مجهود كبير. وبستمر في دمج السمنة مع العجينة لما العجينة تمتص كل كمية السمنة اللي ضفناها. وحركة السمنة اللي ضفناها دي بقى بتخلي قوام العجينة وملمسها حرير وناعمة وسلسة جدا في التشكيل، ومش بسيبها تختمر ولا حاجة. بغطيها بكيس تلاجة وبسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق على ما احضر الصينية اللي هشكل فيها.
في صينية بقى همسحها بمسحة خفيفة خالص من الزيت وهشكلها لقطع صغيرة، وبالنسبة لحجم القطعة تقدري تتحكمي فيه سواء عايزاها أكبر من كده أو أصغر. باخد قطعة من العجينة وبنعم جزء منها، والجزء التاني اللي بلمه بإيديا هو ده بيكون القاعد، علشان أضمن أكتر إن وش القرصة يكون مستوي وناعم. وسواء كنت هتعمليهم أكبر من كده أو أصغر، أهم حاجة إن كل قطعة تكون قد التانية علشان كلهم يستووا مع بعض في نفس الوقت. أقولك بقى تعملي إيه لو حابة تضيفي ميكس ما بين السمنة والزيت، وهتخلي القرص بتاعتك وطعمها أكنك عاملاها كلها بالسمن. وهتقسمي المادة الدهنية لجزئين، كوباية إلا ربع من السمنة وكوباية إلا ربع من الزيت، وهتضيفي للكوباية إلا ربع من الزيت نص كوباية من السمنة، وكده هيتبقى معاكوا ربع كوباية من السمنة اللي هتلمي بيهم العجينة في الآخر، واللي هتخلي ريحة القرص وطعمها أكنك عاملاها كلها بالسمن. بعد ما انتهيت من تشكيل الكمية كلها هغطيها بكيس تلاجة علشان وشها ما ينشفش ويعمل قشر على وش العجينة من فوق، وبسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق، لأن لو حاولت أفردها في الوقت ده كل ما هديس عليها بإيديا وأحاول أفردها هتكش معايا تاني. ومش بشكلها على سطح العمل وارجع أشيلها بإيديا تاني، أنا بشكلها في نفس الصينية اللي هسوي فيها على طول، وهخلي بين كل واحدة والتانية فسح بالشكل ده. أنا شكلت الكيلو ل16 قطعة، تقدري تقسميهم لضعف الكمية أو زي ما تحب. وبالنسبة للصينية اللي هسويهم فيها مسحتها بمسحة خفيفة من الزيت، تفرديهم بقى وتبططيهم بالسمك اللي يناسبك، بس أهم حاجة تعملي حساب إنها لسه هتختمر ويتضاعف حجمها، وتخلي سطحها مستوي واخدة سمك واحد، وهتخليها بنفس الفردة اللي بفردها معاكوا دي، بتكون سمكها لا هي اللي تخينة ولا هي اللي رقيقة. أكلمكوا بقى عن التخمير. مدة تخمير القرص بتختلف عن مدة تخمير الكحك الداي، لأن الكحك الدايب بياخد من ربع ساعة لنص ساعة بالكتير، أما القرص لو ما أخدتش مدة كافية في التخمير فهيطلع وش القرصة مقصر، ومقصر يعني هيعمل نقط سودا على وش القرصة من فوق، ومش بتزيد ولا بتعلى لفوق، فبالتالي قلبها من جوه بيكونش هش ولا طري. أهم حاجة إن بعد ما تنتهي من فردها هتغطيها وتسيبيها في مكان دافي لما تختمر ويتضاعف حجمها. ولو عايزة تتأكدي إنها كده خلاص اختمرت وده وقت التسوية، هتاخدي قطعة كده على إيديكي وهتحسيها خفيفة ومليانة فراغات من الهواء. أما لو لقيت القرصة لسه تقيلة على إيديكي فهتسيبيها كمان شوية، وهتسيبيها بقى من ساعة لساعة وربع. أكلمكوا بقى عن التسوية. لو هتسويهم في فرن البوتاجاز فهتولعي الفرن في الأول على درجة حرارة متوسطة، وبتكوني مولعة بلاطة الفرن مع الجوانب، وأول ما الفرن بيسخن هنهدي النار وتدخلي الصينية، وكل 10 دقايق أو من وقت للتاني هتدوري الصينية علشان تاخد كلها لون واحد، ونار الجوانب تكون هادية خالص علشان ما تاخدش لون من الوش والقاعدة تكون لسه ما استوتش. فلنفرض بقى لو حصل العكس، يعني استوت من القاعدة والوش لسه، هتطفي النار اللي في أرضية الفرن لما وشها يستوي وتاخد لون، أو ترفعيها على صينية تانية علشان القاعدة ما تاخدش لون غامق. أما بقى لو هتسويهم في فرن البوتاجاز فشغلت البوتاجاز على أعلى درجة حرارة، وبعد ما سخن هديت النار، من وقت للتاني كنت بدور الصينية لما القاعدة أخدت لون. بعد كده هتولعي الشواية والنار تكون هادية خالص، ومن وقت للتاني هتدوري الصينية علشان تاخد لون دهب موحد، لما تخرج بقى من الفرن وتبقى بالجمال ده. وريحتها بقى في الوقت ده ما اقولكوش بتجيب اخر الشارع من بره من ريحة السمنة البلد. وحركة السمنة اللي لمينا بيها العجينة هي اللي هتساعدك في التسوية وهتخلي القرصة تخرج وتبقى بالجمال ده، واكنك مسوياها في المخبز مش في البيت، وما بتبقاش واخدة لون بس، لون مع دوبان وطعم وريحة حلو، وهتفضل محتفظة بطعمها ودوبانها لآخر قطعة. أنا بقى بعتبرها مادة حافظة لأنها بتفضل لآخر قطعة من غير ما تنشف أو تعفن. والتسوية بقى عاملة طبقة دايبة على وش القرصة من فوق بنفس النتيجة اللي بتجيبيها من المخبز، بس مش بنفس الطعم علشان من ايديك الحلوين يا ست الكل. وهتاخدي بقى نتيجة قرص هشاشان وطعم ودوبان. لو وصلت بقى معايا لحد هنا أتمنى دعم من كل اللي بيتابعوني، تبعتولي في كومنت صغير فيه الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولو أول مرة تشرفوني أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلكوا كل جديد. كل عام وحضراتكم بخير، وربنا يجعله عيد سعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.